الله يسعد جميع اوقاتكم بكل خير، وشلونكم؟ عساكم طيبين، كيف حالكم؟ انا مبطي عن السوالف، لكن انا اليوم بسولف عن نظريه او طريقه او زاويه، بالذات بما يخص الدين. انا اقول اليوم عندي وجهه نظر شيء وقصه، كانها قصه حصلت. انا في واحد عندي قريب لي بعد، حاط حاله واتساب اللي هي قدامكم ذي، اللي هي عبد العزيز بن عبد الله الفالح. يقول انا ما اعرف وش وظيفته ذا عبد العزيز. انا قرأت اول شيء الاسم حقه اللي هو بالانجليزي، انا اقراها مزود الفالح الظاهر، بس الايات 3 ما ادري، كأنه يعني واحد حاط اسم مستعار، ما ادري والله ما ادري عنه، بس ما هو شخص يعني معروف. مثلا يقول اليوم الام متنقبه والبنت بالكمامه، غدا الام بالكمامه والبنت كاشفه الوجه، بعده الأم كاشفة الوجه والبنت بلغ طراس، بعده الأم بلغ طراس والبنت بلا عباءة، بعده الأم بلا عباءة والبنت قد أظهرت ساعديها، وإلى آخره. خطوات الشيطان في طريق التنازلات لا حد لها، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إني لا أعرف عبد العزيز بن عبد الله الفالح، ولا أدري الكلام اللي يقوله ذا منين جابه، يوم إنه يعطيني عن غد وبعد غد، وإني ما قريت بالدين ولا سمعت عن محمد صلى الله عليه وسلم إنه يقول لهم عن شيء يبي يصير لو صار ما صار، ولا سمعت. وأنا أقول لكم إياها لما أبخذ عن الدين. أول شيء الكلام هذا يوم يقول الأمة، أنا ما أدري من هو الشخص، أنا بنفسي أنا باخذ علم من ذا، يقول الكلام ذا يوم أقراه يا أخي كلام يعني ما أدري وش يبي مني. أنا يوم تكتب لي الكلام هذا، يوم حطيته أنت بيني أنا وش أسوي يعني؟ الأغلب والعاميين والناس اللي علنيات يفهم على أنه وعوا بناتكم ولا يوعي بنته، يقراها وينشرها. لا، هذا يجعل فيه اضطراب، يجعل تعرفون اللي فيه يسمى إرجاف من المرجفين. هذا المرجف اللي يخوفك، يقول لك والله الله يتفينا الشر، الله يتفينا. طيب وش بيدي؟ أنا أنظر لهذا. الله سبحانه وتعالى يقول إذا أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا نبأ يقول اليوم وبكرة بيجي، هو يقوله اليوم البنت متنقبة والأم بكرة، أنا ما شفتها، بس غدا يعطيني أخبار قد تصير. هذا فاسق ولا أعرفها، أنا أقدر أنهيها بالباب ذا؟ لا، ماني منهيها بالباب هذا. الكلام اللي هو قاله ذا الأم متنقبة، من هي بنته؟ أنا مسؤوليتي كشخص، أنا يوم أقرأ ذي مسؤوليتي كشخص وش أقول يوم أنشرها، يوم أوديها، يوم أجيبها، يوم أروج له. يا أخي حساب بتويتر ما أدري وش هو، ما أدري أنه علماني، ما أدري أنه ما هو مسلم، ما أدري أنه نصراني، ما أدري وش يقول، ما أدري أنه بس برجف. هذا مرجف من المرجفين. أنا أقولها لكم خذوها من عندي، أنا بالنسبة لي مرجف، هذا مرجف، وهذا لا يجوز انه ينشر له نهائيا، لانه لا هو معروف عني، لا هو معروف عندي، ولا هو معروف. انا جبته لاني اعرف الشخص اللي ناشره او حاطه، فقلت للشخص، انا قلت له، وترى ما اقول اني على حق، وقلت للشخص اللي قال لي. فانا استنادا لايش؟ الشخص غير معروف، الكلام اللي هو يقوله ذا لا لي دور فيه. يقول الام والبنت والام، الام والبنت من كانت الدنيا فيه مؤمنات وفيه يختن، وفيه بامريكا وقبل ترى الأم هنا كاشفة وهنا متحجبة. الدين هو اللي يسويه بها، ما هو أنت وش تبي بالمجتمع يسوي؟ ادعي رب العالمين الله يستر بنات المسلمين وإن يهديه إلا الحق. لا هو اليوم ولا هو أنا المؤمن يعني في دين أن الواحد يمسي مسلم ويصبح كافر، والعكس صحيح. فلا تقول اليوم وبكرة، من أنت عشان تقول اليوم وبكرة؟ أنت اعمل، لو أنك أنت لبنة في المجتمع سوى الدور اللي عليك، لا تقعد تنقد، لا تقعد تجيب لي بتويتر وتكتب، وانت اللي قريتها وشفتها ولقيتها وطحت عليها. يا اخي لا تاخذها، انت خذها الحين يوم جتك من عند ذا بنتك، لا تسوي الشيء ذا. انا بنتي او التنبيه على هذه، يا اخي ترى يقولون مخدرات ويطلع ولده مدمن ما درى عنه. يعني لو قال لولدي يقولون البنت تغازل والبنت تسوي كل شيء، ترى شوفوا بيوت الناس الا بيته، هذا ادمي تلقى هو من اللي يقول الربع انتبهوا، لانه وشو عياله عند صغيرين، حياته في مجتمعنا. تلقى الواحد يا أخي يقول لك وين فلان ما أشوفه، تسألهم نفس السؤال، مثلا يسأل عن أخوك ويسألك، يسأل عن أخوك وين، والله من زمان ما أشوفه،
تقول له ايوه، وترجع السؤال وفلان وين؟ والله بالشرقيه، والله مبطي عنه. طيب انت تسالني عن اخوي واخوك بس كلام. عندنا الكلام، عندنا نقل هذه كلام. فاقول لكم يا اخي بالدين، خلنا بنجيب لكم شيء بالدين. الغامديه زنت، صح؟ زنت، ما هو لبسته وما ادري شلون. زنت، راحت عند الرسول مع حامل، قالت انا حامل ودوني زنيت وبتوب. وقال لها لن تضعين، بعدين ارضعيه، بعدين جت كمل رضاعته، بعدين انتم تعرفون من اللي زنا بها؟ من هو الشخص؟ هل يعرف وين راح الطفل اللي زنت فيه؟ ضاع، ما ادري وين راح، ما تدرون. هي رجمت ومات، هي بشرت بالجنه، صح؟ اسمها موجود. زين، هنا الفعل اللي قامت فيه فعل يتاب منه، له توبه وله عقاب. يعني سوت الزنا لحد، الله حط لحد، طبقه بصوره عندنا، صح؟ بصوره مسلمه، ترى زنت، اللي زنت مسلمه على دور الصحابه. طيب وين الزاني؟ وش صار عليه؟ كيف جاء قال الرسول جيبيه، عندنا قصة عنهم وجلدوا ذا. لا هنا اللي اعترفت اللي جت، لا عندنا كذا كأنها هي بس، والطفل حتى الطفل ما جاء له دور. هنا الزانية وش سوت؟ اللي زانت وراحت واعترفت ولا بس. أما اللي غيره احنا ما لنا بالمخفى، حتى ديننا ما راح بحث. هي اللي جت ولا هم بلغوا عنها ولا جت. انتهينا من الزاني ووضعها وكذا، وهي تراها يعني ماتت هي والصحابة اللي معه واللي قاموا بالتنفيذ، ومحمد صلى الله عليه وسلم. الهدف وين؟ كلهم هذه دنيا الفناء، الجنة هذه احداث تحصل بالدنيا. طيب هل بقيت هذه لليوم تستدل فيها وحنا نتكلم فيها؟ طيب عندنا شارب الخمر، واحد على دور الرسول. ما كان في واحد يقول، ما أنا ما أدري عن هذا صحة الحديث والله أعلم عن صحته، لكن في واحد يشرب الخمر فجلدوه وكذا مرة يلقونه وسبوه، قالوا انه يحب الله ورسوله، لا تسبون. عندنا بالدين وشو؟ شارب الخمر يجلد كم؟ 80 جلدة بس. طيب قال ان الرسول وعى المجتمع وشون انتبهوا بسبب هذا، ومنين جبت الخمر؟ كيف صنع الخمر؟ كيف صنع الخمر الحين عند المسلمين؟ هل ممنوع انتبه احد يمنع الخمر؟ لو يباع بالشارع عادي، انت لا تشريه، ما لك دخل. يعني كأن الدين كذا ترى. يعني ولو ان الحريم كلها كاشفات اللي بالشارع، انت غض البصر. لو انك يعني انت لا تروح تعدل اللي غيرك، عدل نفسك. الدين يعدلك انت، ما يعدل غيرك. شرب الخمر وذا ما قالوا جيبوا كيف صنعه، عرفوا انتبهوا، ما عالج خطأ، لانها تختلف الادوار، وهو يبي يعالجك انت يا الانسان الذاتي الرقيب الذاتي. يبي يعالج الاسلام، يعالج المخطئ الخطأ بنفسه، بحالة شاذ بحالته. يعني تخيل فرعون وش سوى؟ الله يوم جاب لنا قصة فرعون تعالى على الله وحط نفسه. ترى موسى وفرعون ماتوا، صح؟ كلهم عندنا باقي موسى وفرعون قصص كلهم. هذا نبي وهذا الله يعني حنا عندنا عملنا وإن أعمال سيرته خير زين، وهذا عندنا أنه شو سيء وكذا. طيب كلهم يبقون إلى يوم القيامة حسابهم على رب العالمين. ليه الآن ما تم؟ ترى ما تم، لا فرعون ولا ذا، ما ندري وش بيصير لهم والله، ما نعلم. ما اللي بيحسب الله كل شيء انتهى. لكن هذه سيرة، وهذه يعني حدث من بني آدم، وهذا حدث من بني آدم، والأمر ذا حصل في وقت واليوم في وقت، فلا غرابة. يقتلون يذبحون العيال. ما هو لدرجة أنك تشوف الأمور ذي بالدين. يعني حتى هذه الأمور على التوحيد وعلى المسلمين وعلى الناس الموحدين، هذه سنة الله بخلقه. عيال يعني العزيز وقصة يوسف، نشوف قصص. طيب وش حاسبوا؟ وين راحوا هذول؟ شو عندنا علم ماذا بيجري عليهم في الآخرة؟ ما عندنا علم لا بالغامدية لا غامدية، لكن شارب الخمر ولا عندنا هذه حكمة رب العالمين. أنت على السنة تقيمك أنت كذاتي، الشخص بذاته، لا تقيم المجتمع. فالرسالة ذي وش تعطي إنك ما أدري وش تبي. أنت عندك إن كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أنت حافظ على اللي عندك، اترك اليوم وبكرة. اتركوا نصحكم للبعض، اتركوا الإرجاف من أسباب اللي تعيشك في أسوأ حياتك. وسائل التواصل اليوم اللي يتابعونها كلهم، اللي يتابع الشعر، اللي يتابع ذا، ترى أغلب الأمور تجعل تعطيك نشوة
بس طلعت تلقى اليوم لا أحد ينصح ولا أحد يقول أحد ينصح لو شاف الشيء ذا، يعني كأنه من اللي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اللي